الوداد البيضاوي المغربي يخطط لخطف صفقة الأهلي المحتملة. فجرت تقارير إعلامية مفاجئة من العيار الثقيل حول دخول نادي الوداد البيضاوي المغربي في سرية تامة في مفاوضات مع الكرواتي كرونوسلاف يوروتيتش المدير الفني السابق لنادي بيراميدز لتولي قيادة الفريق المغربي بداية الموسم القادم. وذكرت التقارير أن إدارة نادي الوداد المغربي دخلت في مفاوضات مع يوريتيتش مدرب نادي بيراميدز السابق لتولي مسؤولية الفريق بداية من الموسم المقبل. وأشارت التقارير إلى أن إدارة الوداد البيضاوي المغربي استغلت رغبة يوريتيتش في فض الارتباط مع نادي بيراميدز بعدما نجح في التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا واحتلال المركز الثاني في الدوري الممتاز إلى جانب التتويج بلقب كأس مصر. الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في الهجوم. تفوق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على كل من الزمالك المتوج باللقب وبيراميدز الوصيف في منافسة أقوى خط هجوم ببطولة الدوري المصري في الموسم المنقضي. وسجل لاعبو الأهلي 44 هدفا فيما جاء فريق بيراميدز في الوصافة برصيد 43 هدفا بينما سجل لاعبو الزمالك 39 هدفا. الشراء يحسم الجدل في مسألة رحيل ثلاثي إنبي. كشف أيمن الشراعي رئيس نادي إنبي عن موقف الثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الرحيل خلال الميركاتو الجاري. ويحظى الثلاثي أقطاع عبد الله وعلي محمود وحامد عبد الله باهتمام كبير من أندية القمة خاصة من النادي الأهلي في الدوري بعد ظهورهما بشكل جيد خلال الموسم المنقضي. وقال الشريعي في تصريحات خاصة أنه لا يوجد أي عروض رسمية للثلاثي أقطاع عبد الله وعلي محمود وحامد عبد الله. وأضاف الثلاثي عقودهم مستمرة مع الفريق حتى عام 2030 ولا يحق لأي لاعب التوقيع أو الانضمام لأي فريق إلا من خلال النادي. الغندور. الأهلي أكثر نادي في الوطن العربي وإفريقيا لديه لاعبين بكأس العالم. قال الإعلامي خالد الغندور أن النادي الأهلي هو أكثر نادي في الوطن العربي وإفريقيا لديه لاعبين في كأس العالم حيث لديه في منتخب مصر 9 لاعبين بالإضافة إلى يوسف بالعمري لاعب منتخب المغرب. حمزة عبد الكريم يدخل التاريخ كأصغر لاعب عربي في كأس العالم. كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أن اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم يقترب من تسجيل إنجاز تاريخي غير مسبوق قد يجعله أصغر لاعب عربي يشارك في كأس العالم منذ انطلاق البطولة عام 1930. وأوضح خالد طلعت أن مشاركة حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر في المونديال المقبل ستكون بعمر 18 عاما و5 أشهر و15 يوما وهو ما يمنحه صدارة قائمة أصغر اللاعبين العرب مشاركة في تاريخ كأس العالم. وقال أن هذا الرقم سيكسر الرقم السابق المسجل باسم اللاعب المغربي بلال الخنوس الذي شارك في كأس العالم 2022 بعمر 118 عاما و7 أشهر و7 أيام. كما أن حمزة عبد الكريم سيحطم أيضا الرقم المصري التاريخي المسجل باسم الحارس المرمى الراحل مصطفى كامل منصور الذي شارك في مونديال 1934 بعمر 19 عاما و9 أشهر و25 يوما. كوكا يرفض عرض الأهلي. كشف مصدر أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قدمت عرضا للاعب الفريق أحمد نبيل كوكا من أجل التجديد والبقاء داخل صفوف الفريق الأحمر في الفترة المقبلة. وأوضح المصدر أن العرض تضمن تجديد أحمد نبيل كوكا لمدة 5 سنوات مقبلة مع حصول اللاعب على راتب سنوي يبلغ 16 مليون جنيه بالإضافة إلى 2 مليون جنيه كمكافآت غير مضمونة. وأكد المصدر أن أحمد نبيل كوكا رفض العرض المقدم من جانب الأهلي للتجديد. حسام حسن يستقر على الترتيب النهائي لحراس مرمى المنتخب في كأس العالم. استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على ترتيب حراس مرمى المنتخب استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026. وكشف مصدر أن حسام حسن وضع ترتيبا نهائيا للحراس في المونديال على النحو التالي: مصطفى شوبير أولا، يليه محمد الشناوي، ثم المهدي سليمان، وأخيرا محمد علاء. وأضاف المصدر أن المدير الفني يعتزم الاعتماد على مصطفى شوبير بشكل أساسي خلال مباريات كأس العالم بعد أن كان قد شارك كأساسي في المباراة الودية الأخيرة أمام روسيا فضلا عن مشاركته المنتظمة مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة. لا جازيتا ديل سبورت. مفاوضات مكثفة من الأهلي للتعاقد مع فان بوميل. كشفت صحيفة لا جازيتا ديل سبورت أن النادي الأهلي يسعى لتعيين المدرب الهولندي مارك فان بوميل مدربا جديدا للفريق حيث تجري معه مفاوضات حاليا. وأشار التقرير إلى أن فان بوميل يطلب راتبا يقارب 4.5 مليون دولار في الموسم الواحد للموافقة على تدريب الأهلي دون الكشف عن قيمة العرض الأحمر لإقناع المدرب البالغ من العمر 49 عاما. وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن يستمر الأهلي في مفاوضاته مع مارك فان بوميل حتى يوم الثلاثاء المقبل من أجل التوصل إلى اتفاق. عاجل. فضيحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
أبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاتحادات الوطنية بالموعد النهائي للحصول على الرخصة الأفريقية، وهو 30 يونيو القادم بدل من 30 مايو، ويمد مهلة شهر لحين انتهاء الزمالك من حل مشكلة إيقاف القيد. أكد الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي أنه من المحتمل أن يكون هناك جلسة بين هيثم حسن لاعب منتخب مصر ومسؤول أهلاوي للتفاوض على الانضمام للفريق غدا، وعرض الأهلي للاعب هو الأكثر جدية من أي عروض أخرى، لكن هناك مسؤول في اتحاد الكرة يحرض اللاعب على عدم العودة من أوروبا.